احمد نبيل لما شفت زكي رستم تمنيت انه يموت وكان اقوى من المليك. هرب نجم فن البنطومايم المصري احمد نبيل عن حبه الكبير للفنان الراحل زكي رستم، كما روى احد مشاهده التي علقت في ذهنه حتى الان. وقال احمد نبيل خلال لقائه مع الكاتب الصحفي سامي عبد الراضي رئيس تحرير تلجراف مصر: محمود المليجي علمني كتير قوي لما كنت امسك الورق واقرا، يقول لي بتقرا ايه؟ مش انت عارفهم كلهم؟ وبسط الكلام على نفسك. وهو عمل كل الادوار، وتابع زكي رستم عمل كل الادوار. برضو لما شفته اتمنيت انه يموت، لاني لما كنت بروح مطعم بياكل فيه الاقيه قاعد على ترابيزه وبيكلم نفسه. الكلام ده اواخر الستينات. لغايه دلوقتي لما بتفرج على مشهد المحامي اللي اداه زكي رستم وواقف في المحكمه ضد ابنته والتي ادت دورها الفنانه صباح وهو لا يعرف، الفنان انور وجدي ادى شخصيه الشاب الذي اعتدى عليها، اما الفنان سراج منير كان يجسد دور والده. ووقف المحامي في المحكمه قال كلام كتير جدا على بنته. اول مره بتفرج كنت متضايق، وهو جبل وغول بيمثل، وقال لها انت مين؟ قالت له منين؟ قالت له من طنطا. والدتك اسمها ايه؟ قالت له اسمها. ولكن الجبل ده لقيته مره واحده جبل تلج ونهار ونزل على الفاضي. معلش مش هقدر اكمل، نأجل المحاكمه. ختم كلامه: مين يقدر يعمل اللي عمله زكي رستم ده لوحده؟ معهد في التمثيل وفي كل ادواره زكي رستم كان اقوى من المليجي.